هذي الشوربة كلش مناسبة لهيجي جو، كريمية وناعمة وطعمها كلش طيب. شوربة البوتيتو طريقة كلش سهلة وكلش بسيطة، يحبوها الكبار والصغار. تعالوا نسويها سوية. بالبداية بجدر على النار ضفت شوية زيت وضفت بصلة مقطعة بشكل عشوائي، حمستها شوية وبعدين ضفت البوتيتو اللي مقطعتها مكعبات، همين نحمسها زين، وبعدين أضيف لها مي أغطيها وأتركها إلى أن تستوي البوتيتو تماما. بين ما تستوي راح نحضر التوست المحمص، ضفت له شوية زيت زيتون وضفت له أعشاب، أي أعشاب تحبوها، وراح أخليه بالقلاية الهوائية من شركة إيفولي الإيطالية. هذه قلاية دبل سلة، نقدر نتحكم بكل سلة واحد كأنما عندنا قلايتين، وبيها شاشة شفافة حتى تشوفين الأكل من الداخل. معدن غير قابل للالتصاق وكلش سهلة بالاستعمال والتنظيف. وصار التوست جاهز. هسه راح نكمل الشوربة. ورا ما استوت البوتيتو مثل ما تشوفون هرستها بالهاند بلندر من إيفولي، أقوى هاند بلندر مستعملته بحياتي، ماطورة كلش قوي. ورا ما هرست البوتيتو شفتها ثخينة، ضفت لها كوبين مي، يعني انتو تتحكمون بالثخن حسب رغبتكم. ضفت ملح وشوية فلفل أسود وخاشوقة من الكرفس المثروم، وآخر شي راح أضيف كوب من كريمة الطبخ. وبديل الكريمة هو القشطة، تاخذون القشطة تخففوها بشوية مي وتضيفوها، وصارت جاهزة. قدمتها ويا التوست المحمص. جربوها كلش طيبة وبس. والله إذا عجبتكم الوصفة لا تنسون اللايك والمتابعة، وبالعافية.